ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الفيديو بتاع النهارده خاص بمشتريات الشهر، وهنعمل فيه الميزانية بتاعت اول الشهر. بجد الميزانية حلوة جدا، تكلفتها قليلة. ايا كان دخلك الميزانية ديت هتناسبك. عايزة اطلب منك طلب، لو اول مرة بتشوفيني وقناتي عجبتك اشتركي فيها عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. وعايزة لايكات وتعليقات حلوة منكم مع الفيديو دوت عشان تشجعوني. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنشوفها معانا في الفيديو بتاع النهارده، زي ما انتم كنتوا شايفين كده، كنت جايبه جبن ولبن حطيت طبعا يتغلي. وعايزه اقول لكم ان الجبن والالبان انا بجيبها بالاسبوع، ما بحبش اجيب منها كميه كبيره تقعد في التلاجة عشان طبعا الحاجات دي بتنشف وما بتبقاش لذيذه. يعني خلينا ايه، اسبوع باسبوع الجبن والالبان نخليها اسبوع باسبوع. تاني حاجة هتكلم فيها معاكم، احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل ميزانية تكفي الشهر كله وتكون ب2000 جنيه بس. ورقة وقلم بقى كده واكتبي معايا الميزانية دي تكفي كام فرد. تكفي 4 افراد او 3 افراد، او 2 لسه متجوزين جداد ومعاها بيبي، او 2 بيبي صغيرين، اطفال صغيرين. طبعا لو عدد الافراد عندك اكتر ممكن تزودي 1000 جنيه كمان على الميزانية اللي انا عاملاها، او تقسمي عدد الاكلات لايام مختلفة. يعني مثلا تعملي يوم بروتين ويوم تاني ما يكونش فيه بروتين. الميزانية هتمشي جدا معاكي وكمان هتناسب عدد افراد اسرتك. اول حاجة احنا هنجيب 2 كيلو لحمة للاكل، وهنجيب 2 كيلو مفروم. وعايزة اقول لكم ان المفروم هيرمي معاكم عدد اكلات حلوة. يعني مثلا لو عملتوا منه حواوشي هيرمي معاكم كمية، عملتوا منه برجر، كفتة حاتي مفروم وعملتوه في صواني، الصينية بتاخد ربع كيلو، صينية البشاميل الحلوة بتاخد ربع كيلو، صينية الجلاش. بلاش افتراء يا جماعة، بلاش تحطوا نص كيلو في الصينية، كل حاجة بقت غالية. احنا عايزين نوفر وكل يوم برضو ناكل اكل حلو او يكون فيه بروتين. عايزة اقول لكم بقى على حاجة مهمة، النصايح اللي انا بقولها دي ما تخصنيش بأي صلة. يعني انا بعمل لكم الميزانية ديت خاصة بيكم انتوا الناس اللي عايزة توفر ومش عارفة، انا بديكي افكار. لكن هل انا بعمل كده في بيتي بقلل بزود؟ دي حاجة ترجع لي انا يا بنات، طبعا ما ينفعش ان انا اتكلم فيها عشان بس نبقى متفقين. احنا بندي افكار للناس اللي مش عارفة ايه تفكر. المهم المفروض هيكفي معاكي حوالي 8 ايام، وال2 كيلو لحمة برضو 8 ايام. وتجيبي 4 فراخ هيكفوا معاكي برضو 8 ايام، و2 كيلو سمك يكفوا معاكي يومين. وبكده طبعا هيكون الحسبة دي كلها حوالي 1800. طبعا ال200 الباقيين ممكن تقسمي كل اسبوع 50 فاكهة. طب ال50 هتجيب فاكهة ايه؟ ممكن تجيبي كيلو موز وكيلو برتقان وكيلو يستفندي. دي الناس اللي عايزة تمشي على قدها يا بنات. بعيد تاني اهوت الميزانية خاصة الناس اللي مش بيعرفوا يظبطوا دخلهم. 2000 جنيه بس خصصيهم للفواكه وللبروتين. ما جبناش منهم تموينات، ما جبناش منهم اي حاجة. تمام كده. عايزة اقول لكم بقى ان في مشتريات كتيرة في الفيديو زي ما شفتوا معايا. طبعا الاسعار كل مادة في زيادة. بس طبعا المناديل اللي كنت جايباها في اول الفيديو معاكم كان عليها عرض، كانوا التلاتة مع بعض تقريبا ب56. ومناديل التويلت كانت ب10 جنيه. اكياس المكرونة ديت كان عليها عرض، الكيس 400 جرام كان سعره 8 جنيه. وكمان الشعرية كنت جايباها سايبة، يعني من العطارة مش مغلفة. طبعا المغلفة الكيلو معدي ال24، فانا كنت جايباها سايبة. كان سعر الكيلو 22. ولسان العصفور برضو كان سعر الكيلو 22. الدقيق كان عليه عرض، كان سعر الكيلو 17. طبعا دوروا على ورود. حاولوا ان انتوا لما تشتروا حاجة اشتروا الحاجة يكون عليها عرض. برضو المكرونة ديت عجبتني، كان عليها عرض، الكيس 400 جرام كان ب8 جنيه. وجبت برضو كاستر، وجبت شوية مشتريات كده كانت ناقصة البيت. عايزة اقول لكم حاجة، ان التموينات احنا لما بنجيبها مثلا شكارة الرز على بعضها، او ازازة زيت كبيرة، او علبة سمنة كبيرة، انت كده بتوفري بتدفعي مبلغ مرة واحدة بس. طبعا شكارة الرز ال10 او ال25 كيلو بتقعد معاكي وقت طويل، يعني بتكفيكي اقل حاجة 3 شهور مش اقل من كده. كمان ازازة الزيت اللي بتبقى 2 وربع هتكفيكي برضو شهرين او اكتر على حسب استخدامك. عايزة اقول لكم بقى حاجة تخص الحلويات. احنا قلنا ان احنا هنعمل ميزانية للحلويات بحوالي 600 جنيه. طيب ال600 جنيه دولت انت هتجيبي بيهم ايه؟ ده الكلام دوت لو انت عايزة تعملي بقى حلويات كل يوم، ويبقى عندك الحاجات الاساسية اللي تخليكي تعملي حلويات وبيتك يبقى متعمر وفيه خير. الاساسي معاكي ان انت تجيبي دقيق سبونج، وتجيبي كاكاو، وتجيبي طبعا نشا وكاستر. دي حاجات كلها اساسيه.
وتجيبي شوكولاتة خام وتجيبي صوصات. اهم الصوصات اللي ممكن تحتاجيها هو اللوتس والنوتيلا. طبعا النوتيلا البيضة بقى والبيستاشيو والتوت والحاجات دي كلها اضافات حابة تجيبيها وميزانيتك تسمح هاتيها. طيب الاساسيات ديت ازاي نجيبها؟ ب600 جنيه هتجيبي 2 كيلو اسبونج، هيبقى سعرهم عامل معاكي 120 جنيه. ال2 كيلو اسبونج دولت هتعملي منهم قشطوطة، هتعملي منهم ديسبسيتو، هتعملي منهم كبات، تورتية صغيرة، ليهم استخدامات كتيرة. قد كده ايه 120 للاسبونج. طيب وهتحتاجي مثلا نقول صوص فراولة وصوص مانجا اساسي معاكي، الاتنين هيبقى سعرهم 50 جنيه، نص كيلو يا بنات. طيب هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج قالب شوكولاتة، انا بفضل القالب الكبير اللي هو وزنه 2.5 او 2 وربع تقريبا، سعره 230. طيب الصوصات اللي موجودة معانا اللوتس او النوتيلا او اي نوع من الصوصات دي بيبقى وزن العبوة ديت كيلو، تمنها بيبقى 110. طيب انتي عايزه تعملي ديسباسيتو هتزوقيه طبعا بالصوصات ديت، معاكي الاسبونش جاهز، معاكي الشوكولاته اللي هتعملي منها الجناش، كل حاجه هتبقى جاهزه معاكي. طيب هنحتاج ايه تاني يا بنات؟ هنحتاج كريم شانتيه خام، ممكن تجيبي نص كيلو، والنص كيلو هيبقى عامل معاك 135. ممكن تجيبي ربع، بس أنا الكمية بتاعت النص دي هتقعد معاكي فترة طويلة. حابة تعملي تورت، تعملي اشطوطة، تعملي كبات، ديسبسيتو، اي حاجة حلوة من اللي احنا بنحضرها مع بعض في اللايف بتاع التيك توك، هيبقى معاكي كمية حلوة جدا هتكفيكي فترة طويلة جدا. بجد الحاجات دي بتبقى بركة في البيت. حبيتي تعملي بقى بقلاوة طبعا هتحتاجي لها شوكولاتة، حبيتي تعملي ديسبسيتو، جاتوهات، حلويات، سويسترول، اي حاجة انتي حابة تعمليها هتلاقيها موجودة عندك. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. عايزة لايك بقى وتعليقات كده جميلة منكم، وانتظروني في فيديو تاني جديد.